وبعدين ليه يا طنط ما كانش ناوي ياخدني معاه؟ ما انا مراته وطبيعي ان انا اسافر في المكان اللي هو هيكون موجود فيه. هو انت يا بنتي ما بتزهقيش من الرد؟ ما بتتعبيش؟ بتردي في مصر وبتردي هنا. انا عايزه افهم، انت ما وراكيش حاجه غيري بتتسلى عليا؟ تمام يا طنط. حضرتك عايزه مني حاجه دلوقتي؟ هكون عايزه ايه؟ عايزاكي تشيلي الملايات وتغيري وتمسحي الشقه وتكنسي وتحضري الغدا وتحضري لي لبس عشان ادخل اخد شاور، وعقبال ما اخرج تحطي لي الغدا وتكوني عملتي لي طبق فاكهه، وتفضلي بقى اندهيلي عبد الرحمن عشان عايزاه. حاضر يا ماما، هعمل كل اللي حضرتك عايزاه وهندهلك عبد الرحمن. عبد الرحمن كلم مامتك عايزاك. ماشي، انا كنت كده كده قايم لها. بس انتي مالك زعلانه من ايه؟ مش عارفه، ولا انا مرتاحه ولا قادره اريحها من ساعه ما جينا السعوديه هنا وهي بتنتقدني. انا حتى لما بتكلم معاها في اي حاجه بحسن ان هي بتقلب مشكله. اي سؤال بتحسسني ان انا المفروض ما اسالهوش، او ان انا ماليش دعوه بيك في اي حاجه. انتي هترتاحي وهتاخدي عينيا الاتنين طول ما انتي بتريحيها. وخدي بالك انا امي ملهاش ظهر ولا